عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تجربة ملكة. غنقدم معكم اليوم عجينة فيها جوج وصفات. عندي هنايا مسمن مخمر، وعندي هنايا خبيزات معمرين، كيجي في الشكل ديال بحال شكل الباغيط، وهذه كتجي مخمرة. عندي دابا هنايا كيلو ديال طحينة الفورس نوع مزيان. عندي تقريبا هنا كاس تفينو اللي عندكم الزرع باش ما كينقضيو نتومايا. عندي هنايا الخميره تقريبا معلقه كبيره، ونص معلقه ديال الملحه. وانتم راه كتعرفوا القياس ديال الملحه. كديري الماء دافي وكتخلطي العجينه، كتبقى تخلطي شويه وتبقى تزيدي الماء بشويه بشويه، وانت كتعجني حتى كتخلطيها كامله. هذه راه كتجي زوينه وعجينه وحده تخرجوا منها جوج وصفات مزيانه. هانت دابا كنخلط دابا العجينه، هي بعد ما خلطتها غنديرها تعجن في العجانه. هانتوما شوفوا، حيت العجينه ما خلطتهاش ديريكت العجانه ما كتعجنهاش مزيان. دابا من تعجنات نغطيها بالسلوفه نخليها تخمر تاخذ راحتها. هنا عندي الخيزو محكوك، عندي هنا الفلفله مقطعه رقيقه، عندي هنا البصله مقطعه رقيقه، عندي شويه الشحمه، الزبده، عندي الكمون، التحميره، الخرقوم، قزبر مدقوق، الفلفله الحاره اللي كيبغيها يديرها، عندي القزبر ومعدنوس، وعندي الزعتر. هنايا عندي هذيك الفلفله وخيزو غنديرهم في شي بانيو ولا شي طاس، ونديروهم دابا يعني باش نخلطوهم. غنزيد عليهم الزبده وهذيك الفلفله بعد سميتها الشحمه بعد ما حكيتها، والعطريه اللي قلتها معاكم. نتوما الحاره على حسب الرغبه اللي كيقدر عليها، راه كيقدروا يجيو حارين، اللي ما تيقدرش عليهم راه ما نزيدوا عليها القزبر، قزبر معدنوس، ونزيدوا عليها الزعتر تقريبا واحد المعلقه كبيره. بعد ما درناها في يدينا تحل، نقدر نزيد شويه الزيت ونحرك هذاك الشيء كامل مزيان يتخلط مزيان. هذيك العطريه هذيك شويه الشحمه، ولا كانت عندكم نتوما الكفته زيدوا الكفته، وكل واحد على حسب اللي كيبغي وعلى حسب اللي كاين في الدار. انا درت معكم ساهله، اللي عندكم في الدار ديروه. يعني عندي دابا انا ملي خمرت العجينه غنقطع كويرات صغار لولبهم. هانتوما بعد ما خمرات نزيد الثانيه بحال اللي درت الاولى حتى هي نلولبها، ندير شويه الطحين وتبقاي تلول بها وتخليها شويه تحطها في شي بلايصه وتخليها ترخف. عاوتاني دابا عاوتاني الثالثه حتى هي في نفس المشكل ديال الاولى اللي درت. والنص تقريبا غنديرو هاد النص غنخلي شويه العجينه اللي غتبقى النص راني درتو بحال هالشكل اللي كيجي بحال شكل الباكيط. دابا غنورقها بالدلاك، غنورقها نيت مزيان هكا، نقادها نيت بحال شكل الباكيطه تكون شويه طويله. وراه كيجيو زوين تيجيو زوينين وتيجيو في الديكور حتى هما زوينين. انت دابا من خمرت راه ما تخليهاش دابا هذه تخمر، ملي غتعمر يوم غديريها نيشان في الفران، غتسخني الفران نيت حتى يسخن مزيان بحال غطيب الخبز صافي، وتدخليهم النيت يطيبوا. هذا دابا من بعد ما ندير ديك الحشوه نديرها تما فوق مع ديك العجينه اللي طلقتها بالدلاك. ندير كلشي الوسط ونخلي شويه الجناب باش ملي غادي نتنيهم ويجيونا مقادين. دابا نقاد كامل هذاك الوسط مزيان بهذيك البصيله وهذيك الفلفله اللي درنا. وبغيتو الفرماج، حتى الفرماج كيجي فيهم زوين. دابا ما تديروهم تصابون بحال هكا، دردروا عليهم الفرماج عاد ديرهم في الفران تيجيو مزيانين. بحال هكا دوك الجنيبات تشدهم بحال هكا، تقرصهم بحال هكا، تقلبوهم شي شويه هكا، تبقاو تقادوهم. ايوا تقادوهم مزيان، عاد تحطهم في اللاطه. ايوا ديروا ابوني
باش يوصلكم ان شاء الله الوصفات من بعد ما حطيناها في في الطاوه. ندير الثانيه بحال الاولى، حتى هي نفس الطريقه اللي درت. انا بعد الاحسن ديرها في الطاوه عاد عمريها باش ما تجي تهزيها، ما دير داكشي حتى تعرفي العجينه تكون شويه خفيفه، ما تجي تهزيها. دابا ديرها في الطاوه نيشان وعمريهم. قاديها من الجناب مزيان، هانتوما معايا. عاوتاني دوك الجنيبات، هانتوما وسير معايا داك شويه بشويه قاديها باش تجيك مقاده. هانتوما من بعد ما دابا ملي كملتها غندهنها شويه بالزبده والزيت باش كيتحمروا دوك الجناب كيجيو محمرين. ولا قلت لكم الا كان عندكم فرماج زيدوا شويه الفرماج وديروها في الفران طيب ان شاء الله. راه قلت لكم دابا الفران تسخنيه مزيان بحال عاد طيبه الخبز، كديريه سخون وعاد كديريه تخشوم في الفران. عندي دابا ديك العجينه اللي بقات، انا عندها البلاطو، هي ديك النص ديال العجينه قطعت كواره الاولى الثانيه الثالثه. شحال ما خرجت لكم، يا جوج يا ثلاثه يا اربعه. دابا غندير هذاك عندي الزبده والزيت، غندير مسمنه. دابا مسمنه الاولى غنطلقها مزيان، وهذه راه كتبغي غير خميره. هذه دابا مهما متكمليها تخليها في الطاوه تخمر مزيان عاد تدخليها للفران. دابا مع التوريق مع الزبده والزيت هانتوما كتورقوها. هذا المسمت نقولوا له حنايا مسمن مخمر، كيخمر كيجي كنديرو في اللاطه تيخمر عاد كنديرو في الفران. هانتوما معايا كيبغي التورق تتورقيه مزيان باش كيجي خفيف مع الزبده والزيت. وكدردري له شي شويه السميده باش كيجي محلول من الوسط. انا من بعد ما درت شويه السميده هانتوما وكنقاد الجناب كنورق. من بعد ما كملت الاولى غنمشي للثانيه. هي الثانيه شوف هي خفيفه خامره، ونبقى نورق كندهن ونقلبها من جوج جهات. ايوا نقلبها ونورقها نيت مزيان. وباقي ان شاء الله الجديد نحضر معكم الجديد ان شاء الله في القناه. هانتوما مع التوريق تورقوا الجناب والوسط ودهنيها بشويه الزيت والزبده والسميده، دردري عليها السميده. هانتي انا درت عليها السميده. وغنجيب هذيك الاولى اللي درت في الاول غنديرها في الوسط ديال هذيك المسمن اللي طلقت صافي، ونقلب عليها هذاك من هاد الجهه ومن هاد الجهه، نقلب عليها هذيك العجينه هكا. هانتوما شوفوا، وانتوما ملي كتقلبوا كتزيدوا تورقوا شتيو كتقادوا مزيان باش كتجيكم كتجي زوينه وكتجي مورقه. وهاد المسمن راه تيجي زوين، كيجي في كاسكروط مع الحريرات، هو كيجي زوين. هانتوما معايا زيد السميده. عندي بحال الطريقه اللي درنا الاولى، وتبقى الثالثه بحال تتولي دابا رغيفه في قلب رغيفه. دابا نمشيو ديال الاخرى الثالثه حتى هي عندها نفس المشكل. هي هكا مع التوريق نيت مزيان. هانتوما وديروا الجيم باش يوصلكم الوصفات. ايوا كنمشيو هكاك مع التوريق هكاك. ايوا شكرا على التعاليق ديالكم، راه كيشجعوني
وباقي ان شاء الله نحط لكم مواصفات زوينين. ايوا اللي درنا دابا هذيك دابا هذه الاخرى درنا لها شويه السميده والزبده. هانتوما يا عاوتاني نقلبوا عليها ديك المسمنه، نقلبوا عليها وندهنوا شويه الزيت ونقادو هكا. نتوما عاد بحال كنتي كتقلبي وكتزيدي تورقي. هانتوما يا صافي. ومن بعد دابا من درت ليها صافي ديال الاخر اللي بقات، نديرها نغطيها شويه بالسلوفان ونخليها ترخف. هانتوما درت ليها شويه سميده نقادوها. هانتوما دابا تبارك الله جات مورقه. صافي ندهنها شويه نكرسو شويه باش ترخف. غنغطيها دابا بالسلوفان تقريبا تخليوها واحد 10 دقائق بما ارتاحت شويه باش من تجيكم في التكرار تجيكم ساهله. هانتوما دابا تبارك الله تنقرصها. هانتوما شوفوا كنقرصها على حسب اللاطه اللي عندي ديال الفران. هانتوما ديروا القياس على حسب الطاوه اللي عندكم. هانت بعد ما دابا ما قرصتها انا دهنت ديك اللاطه بالزبده ونقاد نيشان على حسب اللاطه اللي عندي. هانتوما تقادوا الجناب تقرصوا الجناب وتجيبوها مقاده باش تجيكم نيت مقاده في التقراص. هانت وكيجي زوين كيجي خفيف هاد المسمن المخمر. ونخليها نغطيها بالسلوفان ونخليها تا تخمر مزيان. كل ما خمرت تجي زوينه. ندير لها شويه السكر كلاصي بغيتو ديروا نتوما على حسب الاختيار اللي كيعجب الواحد. كاين اللي كيدهنها بالبيض، نتوما على حسب اللي عندكم واللي بغيتوه ديروه. نغطيه دابا بالسلوفان ونحطها في واحد الجنيه ونخليها تخمر مزيان. من بعد عاد نديرها في الفران. دابا هي من بعد ما خمرات هانتوما شوفوا هي خامره نيت مزيان. دابا غنديرها دابا في الفران طيب. هي من بعد ما طابت هانتوما شوفوها كي دايره جات محمره. شوف تبارك الله كي جات زوينه. هانتوما يا شوف مورقه. هاد المسمى راه تيجي زوين خفيف تيجي زعما اش نقول لك جربوه وردوا عليا. هي من بعد ما دابا ما طابت وانتم على الفران عرفتوا القياس عاد تشعلوا سخون عاد ديروها هي حتى طيب. وكتنقصوا شويه البوطه باش كطيب على خاطرها وكتجي طايبه مزيان. هانتوما شوف جات زوينه. هانتوما قدامكم جات مزيانه. وتابعوني باش يوصلكم الوصفات ان شاء الله. هاي من بعد دابا ما قطعتها وبغيتو ديروا لها شويه العسل. هما دوك الباكيطات اللي معمرين بهذيك البصيله والفلفله والشحمه. اما بعد ما طابوت هذوك الباكيطات هذه دابا درت لها شويه العسل. هادو من الفران قلت لكم القياس تخليو حتى سخون مزيان عاد كديرهم في الفران وكتنقصوا عليهم شويه الفران وكيطيبوا من الفوق ومن التحت. وانتم الا كان عندكم ديال الكاس راه كديروهم من الفوق عاد كتهبطوا من التحت. الا كان عندكم كاس فران ديال الدور نتوما كتعرفوا له القياس ديالو.